مغني عادي جدا، اصلا دي جي. جمع الملايين من جنسيات مختلفة، وخلاهم يمارسوا طقوس وهم مش عارفين. والعين اللي على الجاكيت بتاعه مش مجرد ديزاين، دي رمز للمعتقد اللي هو بيعتنقه. فهل فعلا في سر ورا أنيما؟ خلونا نمسك الحفلة دي ونعرف هل أصحاب نظرية المؤامرة عندهم حق ولا لا. قبل ما نحكم أو نفسر، خلونا نعرف مين أصلا أنيما. أنيما مش مجرد دي جي عادي، ده فنان بيقدم مشروع بصري موسيقي متكامل. وحتى اسمه أنيما معناه باللاتيني الروح. أما في علم النفس عند كارل يونغ فبيرمز للجانب الأنثوي في روح الرجل. يعني اسمه اللي اختاره لنفسه مش صدفة، ده رمز لحاجة أعمق. فاسمه الحقيقي ماتيا فومينا، إيطالي الجنسية. أنيما مش مجرد دي جي عادي ولا بيقدم موسيقى تكنو عادية، ده بيقدم مشروع بصري متكامل، صوت وضوء ومؤثرات، تجربة حسية متكاملة. عاوز يجاوب فيها على سؤال: ماذا لو اندمج الإنسان مع الآلة في تجربة روحية رقمية؟ عشان كده سمى المشروع بتاعه جينيسيس، يعني الخلق أو البعث الإلكتروني. وللجزء الأول منه صدر سنة 2023 عشان يكملوا بألبومه التاني، وألبومه التالت The End of Genesis كان في 2025. وده اللي خلى مروجي نظرية المؤامرة يقولوا بس ده بيتكلم عن بعث إلكتروني، وخاصة إنه استخدم رموز كتيرة للماسونية. فابتدى الناس تتكلم عن بعث المسيح الدجال وتحرير طاقات وكيانات شيطانية، وخاصة إن الحفلة بتاعته اتعملت عند الأهرامات، المنطقة المقدسة اللي ليها أسرار لم تكتشف لحد النهاردة. وارتباط المنطقة دي عند المنظمة إياها بطقوس سرية، كل ده خلى الناس تشك في الحفلة دي. وبصراحة ليهم حق. بس قبل ما نرد عليهم ونقول هم صح ولا غلط، خلونا نجاوب على سؤال: هل فعلا أنيما استخدم موسيقى بترددات معينة محظورة دوليا بتأثر على الوعي أو ممكن تعمل تغييب للوعي في حفلته الأخيرة؟ خلينا نجاوب السؤال ده في الفقرة الجاية.